السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بقى نبدأ مع بعض ونسمي الله ونصلي على رسولنا حبيبنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحشتوني جدا، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا عارفه ان كلكم متشوقين تشوفوا اخرتها ايه في اللي احنا بنعمله ده. ان شاء الله اخرتها خير باذن الله، ما تقلقوش. اي نعم، في حاجات عماله تتحك وحاجات عماله تتظبط وحاجات مش طالعه زي ما انا كان نفسي بالظبط وحاجات طلعت احسن ما انا كان نفسي. بس التجربه في حد ذاتها ممتعه وما شاء الله مش مكلفه نهائي. طبعا انا قلت لكم قبل كده اسعار البويات واسعار الفرش والحاجات اللي جبناها. هنا بقى بصوا الاستنسل دي عشان الكلام ما ياخدنيش وبعدين نتكلم. دي استنسل انا مفرغاها على ورق اشعه كده قديم على شكل ورده. على الذاكره، كل ده شغل من الذاكره ايام ما كنا بقى بنطبق على المفارش زمان. ايام الثانويه. الستنسل ده فرغته وبجيب بقى الالوان وبحته سبونج كده سفنجه، وابتدي ان انا ايه اطبع كده فيها ان انا اعمل الشكل اللي انا عايزاه، وبسيبها تنشف وبتطلع ما شاء الله الشكل جميل في الاخر. طبعا الحمد لله. اتمنى ان كلكم تستفادوا من التجربه دي وان كلكم ان شاء الله تجربوها. مش شرط في اوضتكم، اول حاجه في اوض الاطفال مثلا، في المطبخ. هي الخطوه الجايه باذن الله، ان شاء الله الخطه الجايه المطبخ ان شاء الله هصوره لكم قبل وبعد، وهنعمل فيه ما شاء الله شغل جميل وشغل حلو، وان شاء الله هن ايه نتفادى الاخطاء اللي حصلت معانا في دهان الاوضه، او في دهان الدولاب والمكتب في اوضه الاطفال، اوضه البنات. يعني هتفادى الاخطاء اللي حصلت معانا فيها، ان احنا ما نكررهاش في المطبخ باذن الله، ويطلع نتيجه افضل. بس هو في الاخر كشغل ست بيت انا فخوره بنفسي الحمد لله وبالنتيجه اللي انا وصلت لها ما شاء الله. اللهم بارك. يعني الحاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحفة تحفة تحفة. يا ريت كلكم تجربوها. الورد ما شاء الله، الروز مع الأبيض شكله خطير، شكله مبهج مبهج والله، مبهج بطريقة جميلة. البنات بقى قالوا لي عايزين قلوب يا ماما كمان، قلت لهم يلا قلوب قلوب بقى. بصوا هي اوضتهم يعملوا فيها اللي هم عايزينه. والله وشكلها تحفة في الآخر. احنا عملناها نصبناها بس لسه ما هنخلصها هنوريها لكم. وما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.